السلام عليكم واهلا بكم متابعي قناة ريال مدريد وبس وعشاق النادي الملكي. أرجو منكم الاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل أخبار المنينجي. تعليق مؤثر جديد من رونالدو عقب الهزيمة من المغرب. أثار مهاجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قلق جمهوره ومتابعيه في كل أنحاء العالم بعد المنشور الأخير له بموقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رونالدو من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة مكتوب عليها العبارة التالية: جوانب للواقع، الألم وعدم اليقين والعمل المستمر. وصاحب تلك الكلمات هو المعالج النفسي فيل ستونز، والذي عقد جلسات عدة مع الممثل جونا هيل، وصدر باسمه كتاب على منصة نتفليكس. وهذا ما جعل الكثير من متابعي رونالدو يظنون أنه يمر بحالة نفسية سيئة بعد توديع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم عقب الهزيمة التي تلقاها من منتخب المغرب. وأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على إعجابه بفكرة انضمام أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو إلى أحد الأندية السعودية. المسحل أجرى مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية على هامش تواجده في قطر لمتابعة منافسة بطولة كأس العالم، وتحدث معها في عدة من الأمور، ومن ضمنها التقارير التي ربطت هداف الريال بالانتقال إلى نادي النصر. وعند سؤاله عن انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي وعما إذا كان حقيقة، ضحك المسحل وقال: حسنا، أنتم الصحيفة التي أعلنت الخبر في البداية، قبل أن يضيف: سأكون صريحا كاتحاد، لا يمكننا التدخل بين أحد الأندية السعودية ولاعب، لكن نعم نحب أن نرى هذا اللاعب في دورينا، نريد أن يكون لدينا المزيد من أفضل اللاعبين في جميع أنحاء العالم. أنشيلوتي يحدد موقفه من الرحيل عن ريال مدريد وتدريب البرازيل. أكد تقرير صحفي إسباني اليوم الاثنين أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد حدد موقفه بشأن إمكانية رحيله عن ملعب سانتياغو برنابيو خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم كارلو أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب تيتي الذي رحل بعد فشله في قيادة منتخب السامبا لحصد لقب كأس العالم وتوديع البطولة من ربع النهائي على يد كرواتيا. وتحدث تقرير صحفي عن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن ريال مدريد بعد خروجهم من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وقرب انتهاء عقودهم. وبحسب صحيفة موندو دوبورتيفو فإن الأمر يدور حول ألفارو ديريزولا وخيسوس فايخو وداني سيبايوس وماركو أسينسيو، ولم يشارك ديريزولا مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن، حيث أن أنشيلوتي يفضل الدفع بداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وأنطون روديغير. مودريتش يفاجئ جماهير ريال مدريد قبل مواجهة الأرجنتين. ادعى لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد الإسباني أنه يرى بعض من عقلية النادي في قائمة منتخب بلاده المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم. مودريتش يقدم أداء رائعا في مونديال قطر، حيث ضمن منتخب كرواتيا التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي. ويظل مودريتش البالغ من العمر 37 عاما شخصية ملهمة في منتخب بلاده ومع ريال مدريد، حيث يستهدف خوض نهائي كأس العالم للمرة الثانية. وفي مقابلة مع برنامج شرينجيتو قال مودريتش عن وصول كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم: يمكنك القول إن لدينا نفس إدارة ريال مدريد، لأننا نواصل دائما حتى النهاية ولا نستسلم أبدا. وأضاف: أريد أن ألعب نصف نهائي آخر ضد فريق كبير، هذا ما أريده، أنا لا ألعب ضد لاعب واحد.